هو دلوقتي انا لما ابقى ماشي على طريق واركن وابقى عايز اصلي العصر، الساعه دلوقتي يعني ما تكملش 5:30، يعني العصر لسه يعني مفيش لسه الناس بتلبس خلاص الشوز ويخرجوا. فالمسجد ده اسمه مسجد مسجد الشهيد احمد حسن الجنيدي في المقطم. فانا لما اركن واقول له انا عايز ادخل اصلي العصر، فيقول لي معلش احنا قفلنا الجامع. فقلت له انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ قال لي لا بتكلم بجد. قلت له ايوه، يعني حضرتك انا مبدئيا مش جاي لك في صلاه المغرب، انا جاي لك في صلاه العصر ولسه الناس خلصانه. يعني انا فهو قال لي جمله في منتهى الكوميديا. بقول له طب هو اللي عايز يصلي العصر يعمل ايه؟ قال لي يصلي في بيته. قلت له على عيني وعلى راسي، لو انا مش في البيت، يعني لو انا في شغل وركنت وعايز اصلي فين؟ قال لي انا عبد المأمور. قلت له هو العيب مش عليك انت، هو العيب على اللي اصدر القرار ده. فبيقول لي انا عبد المأمور. قلت له يعني انا دلوقتي اطلع مصليه من عندي من العربيه واقوم مصلي هنا، اصلي هنا مثلا في الساحه في التراب؟ موافق. طب اتوضى فين؟ يعني ممكن ادخل اتوضى؟ قال لي لا انا اسف. قلت له يعني اتيمم ولا ادخل اتوضى في اي كافيه؟ احنا وصلنا للدرجه دي؟ احنا وصلنا لدرجه ان لو واحد عايز يدخل يصلي العصر بعديها بنص ساعه نقفل الجوامع؟ هو السؤال ده لكل الناس، انا بتكلم بجد. السؤال ده لكل البشر، لاي حد مهما كانت سلطته. هو احنا بنقفل الجوامع بعد الفريضه مباشره؟ ده العصر مفتوح لغايه المغرب. حد بس يجاوبني على السؤال ده بجد. اهو المسجد اهو، بس انا اسف ان انا عامل الكاميرا سيلفي وقلبه. اهو مسجد الشهيد احمد حسن الجنيدي في المقطم. هل ده يعقل؟ ردوا عليا يا اهل الخير.